هذا بئر غرس التاريخي، البئر الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ريقه الطاهر في هذا البئر، وكذلك أرهق بقية وضوئه فيه. هذا أحد الآبار النبوية. أبشركم أعادوا فتح المياه وتعبئتها للزوار جزاهم الله خير. طبعا البئر له وقت معين للفتح، أعتقد من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 7 مساء. خليني أتأكد لكم بس من مواعيد البئر. كان هنا في لوحة أول، هذه من 2 ظهرا إلى 10 مساء. السادة الزوار معتمرين مواعيد زيارة بئر غرس من 2 ظهرا إلى 10 مساء. وأبشركم أنه تم إعادة فتح الماء. طبعا هذا الماء كله من ماء البئر بعد التنقيب وبعد الترميم وبعد التنظيف جزاهم الله خير من الجهات المختصة. هذا البئر ضخم جدا، الله يجزيهم خير. وهذه اللوحة الإرشادية تدل على معلومات خاصة بهذا البئر، صوروها إن أحببتم. هذا بئر غرس، أو هذه بئر غرس. البئر مؤنث لأن في القرآن وبئر معطلة. طبعا لما رمموا هذا المكان وجدوا مسجد تاريخي أيضا بجوار البئر. لو تشاهدوا هذا المحراب من الخارج والمصلى موجود بجواره. وهذا البئر ضخم جدا سبحان الله، لأن الآبار كان سابقا ينزلوا فيها يرمموها بأنفسهم ويسووا لها صيانة، فلها درج. إن شاء الله أصور لكم من الطرف الثاني، لها درج. وهذا المكان اللي يخرج منه الماء. أسأل الله أنه يحفظكم جميعا وييسر لكم زيارة هذه الأماكن التي تذكرنا بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.